السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده لعشاق الشوكولاتة، الناس اللي بتحب الشوكولاتة هتتبسط جدا بالفيديو ده. هتستمتع جدا من بداية الفيديو لحد آخر دقيقة في الفيديو. بصوا الجمال، يعني بجد هي مش محتاجة مقدمة. بجد يعني ال الصورة والفيديو موضح نفسه. معايا هنا كوبايتين وربع من الدقيق، عليهم نص كوباية صغيرة من البيكنج صودا أو الكربوناتو. تمام، ودي خاصة بالحلويات، وعليهم رشة ملح. كده خلاص المواد الجافة حطيناهم على جنب، وتعالوا بقى نشتغل في الخليط نفسه بتاع الكوكيز. أول حاجة معايا كوباية وربع من السكر البني، وهنا السكر البني البديل بتاعه كوباية من السكر الأبيض بتاعنا، عليه معلقتين كبار من العسل الأسود، ونقلبهم هيكون معايا بديل السكر البني. عليهم كوباية إلا ربع من الزبدة اللينة. لازم تكون الزبدة طرية يا جماعة، ما تكونش ناشفة وما تكونش سايحة خالص. يعني فاهمين الموضوع كله؟ يكون زبدة كده لينة علشان نخلط السكر. هنا بقى التقليب يبقى كويس قوي، عشان عايزة السكر يدوب مع الزبدة وما يكونش عامل حبوب، يعني ما يبانش السكر ان هو مخرز. تمام، هنا قلبيه بقى هنا، ولا هتحتاجي مضرب كهرباء ولا هتحتاجي خلاط ولا اي حاجة. الحقيقة الوصفة دي مفيش اسهل منها. ضفت لها بيضاية واحدة بس، حجم البيضة عندي متوسط، وطبعا بيض يعني فانيليا. بعد اضافة البيضة حطيت لها حوالي نص معلقة من الفانيليا، وقلبتي وتقلبي بقى تقليب كويس لحد ما تحسي ان كل الخليط اتجانس مع بعض، يعني السكر داب مع الزبدة، واديتك كده فوليوم عالي، وفي نفس الوقت اللون فتح الى حد ما. تمام. احنا كده اتفقنا وقلنا بديل السكر البني السكر بتاعنا العادي، هتدي كوباية عليها معلقتين من العسل الاسود، وتقلبيهم هيكون معاكي سكر رطب كده، وهيديكي نفس النتيجة ونفس الموضوع يعني. تمام، هنا بقى مع التقليب الكتير زي ما انا وريتكم كده، هبدأ انزل على الخليط بتاعي بالدقيق دفعة دفعة. كمية الدقيق زي ما قلت لكم كوبايتين وربع، وممكن ما ياخدش الكوبايتين وربع، وممكن تاخد الكوبايتين وربع. فعلشان كده احنا بننزل بالدقيق يعني على دفعات. ما ينفعش اضيف الدقيق كله دفعة واحدة، علشان ما اضمنش نوعية الدقيق حتى لو كنت بستعمله على طول، وعارفة نظامه ايه. فعلشان كده الوصفة بتاعتي فيها كده تكنيك معين، بالراحة بدون يعني استعجال. كل حاجة تضيفيها تقلبيها وتشوفي معاكي النتيجة ايه. فعلشان كده بقول الدقيق بينزل دفعة دفعة مع التقليب بدون عجن. انا هنا لميت العجين، بصوا زي ما انتوا شايفين بالاصابع كده، ولقيتها معايا ما شاء الله العجينة شبه ملزقة بسيط جدا، يعني حاجة كده لا تذكر. في نفس الوقت هسيبها شوية ترتاح 10 دقايق في التلاجة، هتبقى معايا تحفة. يلا بينا على الشوكليت شيبس. والشوكليت شيبس دي مش غالية اصلا، يعني انا عايزة اقول لكم انا جايبة تقريبا الربع ب 25 جنيه. فدي في كوباية من الشوكليت شيبس. تمام. ما تبخليش فيها، علشان هي دي اللي هتديكي الغناوة بتاعت الكوكيز نفسه. عايزة اقول لكم والله الكيكة دي فظيعة يا جماعة، ولو عملتوها مش هتبطلوا بجد. الاكل فيها رهيبة. طبعا الناس بتاعت الرجيم خليها على جنب خالص. زي ما قلت لكم تقليب بدون عجن. هقسم العجين بتاعي، هعمل جزئين كده، بس هخلي الجزء اللي من تحت اكبر شوية من الجزء اللي من فوق، علشان موضوع الحواف اللي انا عايزة اعملها في الصينية بتاعتي، علشان الشوكولاتة ما تخرجش بره. طيب الصينية دي بتتفتح، الصينية بتاعت التشيز كيك يا جماعة، وممكن تتعمل في اي صينية على فكرة، مش شرط تكون دي. عايزه اقول لكم انا ولا دهنت الصينيه ولا جيت يعني برغم ان هي صاج، والصاج طبعا دايما مش حلو قوي في التسويه، بس عشان هي مش بتغيب في الفرن ادتني نتيجه رهيبه. زي ما انتم شايفين حطيت القاعده وعملت حواف كده علشان اضيف الشوكولاته. تعالوا بقى معايا هنا على بديل النوتيلا وشوكولاته دريم، بجد جميله جدا. يعني انا حباها قوي. في نفس الوقت طبعا اقل كتير من النوتيلا في الثمن، بس الطعم قريب قوي وحلوة، يعني مش هتقول لا الحقيقة يعني. في انواع كتير بديل للنوتيلا، تقدري تجيبي اللي يناسبك، بس انا بصراحة حبيت قوي طعم دريم. بحسها ان هي قريبة قوي من النوتيلا، فحبيت اشتغل بيها. اضافة هنا بقى الشوكولاتة
انتي بقى وكرمك، يعني حطي كمية على قد ما تقدري، بس على الأقل يعني ما توصليش للحروف. يعني حطي الكمية اللي انتي عايزاها، بس خلي بالك من الحروف، عشان لو خرجت بره الحروف هتبقى فيها مشكلة وهتتحرق في الفرن، وهتبقى يعني تقلب لنا الكيك لحاجة تانية خالص. فحاولي على قد ما تقدري حطي الكمية المناسبة، وابعدي عن الحروف خالص. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وتضغطي لايك. ظبطيها كلها كده بالتساوي عشان ما تبقاش في منطقة عالية ومنطقة واطية، وتبقى معايا مش حلوة في التسوية. تمام كده خلصت الجزء اللي من تحت. يلا بقى بينا على الجزء التاني. ممكن تعمليها على كيس تلاجة. انا عندي هنا ورق زبدة، وهفردها على قد ما اقدر، على قد قطر الصينية بتاعتي، لان ده هيكون الطبقة اللي هي اللي فوق. فهعملها على شكل كده مدور، وعلى قد ما اقدر اظبط ايدي وتطلع معايا متساوية. تمام. كيكة الكوكيز يا جماعة بلاش تعلوا الكمية، يعني هي لما بتبقى فيها طبقة كده من البسكوت حلوة مناسبة، مش كبيرة قوي، بتبقى تحفة جدا. عملتها على قد ما قدرت كده بشكل مدور حلو، يعني متساوي الى حد ما. ودي هتكون الوش بتاع الصينية بتاعتي. في الوقت ده انا مسخنة الفرن على درجة حرارة 180. هي قعدت قد ايه؟ قعدت حوالي ربع ساعة. وبصيت عليها حسيت ان هي بيضة شوية، اديتها يعني ولعت المروحة، عشان انا ما ولعتش المروحة من الاول. ففي الغالب مش هتقعد معاكي خالص، بس كل شوية تبصي عليها، علشان في النهاية ده بسكوت، يعني العجينة دي نفسها عجينة التارت او البسكوت. فخلي بالك. ضفت بقى زي ما انتوا شفتوا كده، وجبت شوية من الشوكليت شيبس الصغنونة، وضفتها كده فوق الوش. ودي بسكوت اللي هو الكوينز ده، سوري، شوكولاته الكوينز. عايزه اقول لكم انا جبت حبه محترمين جدا، يعني قد اللي انا حطيتهم على الصينيه في وش الصينيه دول، قدهم مرتين ب25 جنيه، فمش غاليه. بس في نفس الوقت طعمها حلو قوي، هي باللبن يعني مش دارك. وادتني شكل طبعا زي اكيد شفتوه في بدايه الفيديو، وان شاء الله كمان هتشوفوه. عايزه اقول لكم طريقه رهيبه. والله لو عملتوا الكيك ده، عملتوه مشاريع الناس اللي بتحب تشتغل من البيت، هتبقى بجد مشروع ناجح جدا بالنسبة لك. مقادير مظبوطة، طعم رهيب، جودة عالية، يعني بجد مفيش افضل من كده. بصوا الجمال. على الفرن على طول، اخدت الوقت اللي اخدته، لان كل طبعا فرن وليه طبيعة. انا الفرن بتاعي ممكن بياخد 10 دقايق، ممكن الفرن بتاعك انتي مثلا بياخد نص ساعة. فبتراقبي الصينية، طبعا اكيد مش بتسيبيها نص ساعة كده وخلاص. فبتراقبيها من وقت للتاني لحد ما تاخد الحواف كده من الجناب، تلاقيها عملت لون، تعرفي ان هي الجزئية دي كلها استوت. وممكن تولعي لها مثلا شواية، يعني 10 ثواني كده ولا 20 ثانية، هتبقى معاكي بالشكل الجميل ده. بصوا ما شاء الله. الفيديو ده استحق عليه، يعني استحق عليه لايك كبير كبير بجد يعني. ويا رب ان شاء الله يعجبكم وتجربوه بألف هنا عليكم، واشوفكم بإذن الله في فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.